غلام يهودي، أيوه. أليس بإمكانه أن يتخذ خادم غلام مسلم؟ بلى. لكن انظروا حكمة النبي صلى الله عليه وسلم. فرح اليهود بأن لديهم واحد ينقل لهم معلومات بيت النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. إيه بس الله جاسوس. والنبي صلى الله عليه وسلم نبي، ويريد أن هذا الغلام ينقل الأخبار كي يعلموا أنه نبي. الله أكبر. إيه نعم. الله أكبر. إيه نعم. الغلام هذا خدم النبي صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن ثم مرض وأصبح طريح الفراش، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يعود هذا الغلام اليهودي بيزوره. من جمال صفات وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي هذا أحب النبي صلى الله عليه وسلم، لا إله. صار يحبه. الله موجود. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيزور هذا الغلام وجده على فراش الموت، فقال له: يا بني قل كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. الغلام هذا يحب النبي صلى الله عليه وسلم ويبي ينطقها، وأبوه واقف اليهودي وخايف منه، فينظر في النبي صلى الله عليه وسلم وينظر في أبوه اليهودي. فعلم الأب اليهودي أن الغلام يريد أن ينطقها، فقال الأب اليهودي: يا بني أطع أبا القاسم. الله أكبر. قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. يقول. ومات هذا خاتمة الغلام. خير.